هل انت ممكن تصحى بكره تلاقي الذكاء الاصطناعي خد مكانك؟ احنا محتاجين الاول نعرف ايه هو الذكاء الاصطناعي، وانت ازاي تعرف تخلي الذكاء الاصطناعي يخدمك بدل ما يستبدلك. بس الاول محتاجين نعرف الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي. انا وليد وبشرح اي حاجه في التكنولوجيا بطريقه اي حد يفهمها. وزي ما قلنا في الفيديو ده هنعمل 3 حاجات. اول حاجه نفهم الذكاء الاصطناعي، تاني حاجه ازاي نستفيد من الذكاء الاصطناعي، وثالث حاجه ازاي الذكاء الاصطناعي او الاي اي ممكن يهدد شغلنا. الذكاء الاصطناعي ببساطه هو كود او برمجيات بيتعلم من بيانات، يعني كتشبيه مخل. عايزك تتخيل انت عندك طفل، والطفل دوت لسه ما يعرفش اي حاجه في الدنيا، فانت تبدا الاول بانت تديله امثله كتير ان هو يبدا يعرف يميز بين الحاجات، وتبدا تعرفه وتفهمه معنى كل حاجه وازاي يتصرف وازاي يتعامل. بالظبط هو ده الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو برمجيات، انت تديله امثله كتير. يعني مثلا عندنا شات جي بي تي، اثناء تدريب شات جي بي تي لو اديته 1000 صوره فيها قطط، وجيت بعديها اديته اي صوره قلت له فين القطه اللي في الصوره، هيقدر بكل سهوله يميز لك فين القطه. فانت اوريدي في البيانات اللي انت مديها له معرفه يعني ايه قطط، ومعدي شكل القطط، فهو قدر من كتر البيانات اللي انت اديتها له ان هو يقدر يميز القطط. بالظبط هو الطريقه اللي بيشتغل بها الذكاء الاصطناعي. هو برمجيات بياخد امثله كتير جدا وبيانات كتير جدا انت اللي بتديها له وانت اللي بتمرنه عليها، ومن كتر البيانات اللي عنده بيقدر ان هو يفهم ويتعامل مع الحاجات الشاذه او الحاجات المختلفه الثانيه. واللي مساعده على كده في المثال اللي قلنا ان انت عندك طفل تديله بيانات عشان يفهم يعرف الدنيا، وهو يقدر يكون ذكاء اصطناعي. بس لو عنده الحاجه اللي بتميز الاله عن الانسان وهي الميموري، لو يبقى الطفل دوت عنده ميموري قادره ان هي تخزن كل معلومات الدنيا، يقدر ان هو يكون افضل من الذكاء الاصطناعي، يعني يكون عنده حس ابداعي واخلاقي. انما الذكاء الاصطناعي هو عنده ميموري تكفي بيانات الدنيا كلها، بس في نفس الوقت ما عندوش حس ابداعي، ما عندوش حس اخلاقي، ما عندوش تفكير منطقي، ما عندوش حل مشكلات. تاني مرحله وهي هل الذكاء الاصطناعي فعلا هياخد مكاني في الشغل؟ الاجابه لحد دلوقتي مش واضحه، مش هقدر اقول لك الاجابه الكامله او الاجابه اللي خلاص انت عايز تسمعها، اللي هو هياخد مكاني او لا مش هياخد مكاني. الاجابه نسبيه، وانا هفهمك دلوقتي هي ليه نسبيه. اولا في شغلانات كتيره جدا هيتغير فيها حاجات مش هتكون موجوده بعد كده، هتصدر كلها بالاوتوميشن وبالذكاء الاصطناعي. ده حاجه مفروغ منها وحاجه بدات تحصل دلوقتي. ايه هي الشغلانات ديت؟ الشغلانات ديت اللي هي الشغلانات اللي محتاجه اعمال روتينيه او اعمال تكراريه، بمعنى صح مدخل بيانات، ان انت شغلك كله بقى انك بتاخد بيانات من الاوراق بتدخلها في برامج زي الاكسل او الوورد او الباوربوينت. في شغلانه زي ديت الذكاء الاصطناعي هيكون اسرع وادق وافضل من الانسان. او عامه اي شغلانه روتينيه او متكرره او بسيطه جدا الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يغيرها او يستبدلها تماما. لكن الصعب على الذكاء الاصطناعي دلوقتي ان هو يستبدل اي وظيفه في تفكير ابداعي او تفكير اخلاقي او حتى التواصل بين البشر، زي اغلاق الصفقات او ان انت بتهندل كلاينت او بتقفل ديل. الحاجات دي لحد دلوقتي الذكاء الاصطناعي ما يقدرش ان هو يكون ممتاز فيها. يعني زي ما قلنا تقلق امتى؟ تقلق لما تكون شغلك كله اعمال روتينيه او متكرره، شغلك كله كتابه مقالات، فرز بيانات، ادخال بيانات. انما لو شغلك فيه اي نوع من انواع الابداع او العاطفه البشريه او الاحساس البشري او اي نوع من انواع المجالات المعقده، او فعلا شغل محتاج شهاده او شغل محتاج حس بشري، مستحيل دلوقتي او بعدين الذكاء الاصطناعي يحل مكانك. على سبيل المثال محامي، دكتور، مهندس، جرافيك ديزاين مبدع، مش اي جرافيك ديزاين وخلاص، لان الذكاء الاصطناعي برضه هيحل مكانك. تاني مرحله انا قلت لك ان الموضوع نسبي، مفيش حاجه اسمها لا الذكاء الاصطناعي ياخد مكاني ولا الذكاء الاصطناعي مش هياخد مكاني. زي ما قلت لك الموضوع نسبي، فعشان الموضوع فعلا نسبي فانت حتى الشغلانات اللي انا قلت لك عليها روتينيه او متكرره وان الذكاء الاصطناعي يقدر يحل مكانك فيها، لا الشغلانات ديت برضو تقدر ان انت تفضل تستمر فيها. بس ازاي تستمر فيها؟ ان انت تكون افضل من الذكاء الاصطناعي. وازاي اكون افضل من الذكاء الاصطناعي؟ ان انا اندمج مع الذكاء الاصطناعي. طب وازاي اندمج مع الذكاء الاصطناعي؟ اسئلتي كترت قوي. ان انا اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي في صفي، ان الذكاء الاصطناعي يبقى صاحبي ويبقى شريكي في الشغل. وعشان تحقق المعادله ديت محتاج 4 خطوات. اول حاجه تعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي، حاجه مش محتاجه شهاده، مش محتاجه برمجه، اللي هي ايه الاساسيات. تكون عارف تتعامل مع شات جي بي تي بالطريقه الصح، وتقدر تتعامل مع ادوات تحليل بيانات. عندك على سبيل المثال اكسل من افضل برامج تحليل البيانات، وما قدمش وما الدنيا ما راحتش عليه. وفي فيديو ريلز كنت عامله بيتكلم على تحليل البيانات، الادوات اللي انت محتاجها وايه المجال نفسه. فانت تاني جزء في اول نقطه ان انت تحلل بيانات مع برامج زي اكسل. طبعا كل ما تبقى متطور كل ما تبقى ادفانسد اكتر ده احسن ليك، بس انا بتكلم على الاقل قليل. وتالت جزء في اول مرحله وان تتعلم ازاي تتعامل مع ادوات زي ادوات الاوتوميشن او الاتمته. تاني مرحله تركز على المهارات البشريه الفريده، يعني انا كل شويه عمال لك عنصر بشري، عنصر ابداعي، عنصر اخلاقي، زي ايه؟ زي التواصل، زي حل المشكلات، زي التفكير الابداعي، كل الكلام ده. تالت مرحله تعلم ازاي تراجع ورا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش دايما هيقول لك كل المعلومات صح. الذكاء الاصطناعي بالذات المجاني ممكن يكون بتخزن عنده بيانات من اللي انا كنت اتكلمت عليها في الاول، هو عنده بيانات، فمجرد ما تساله يرجع لك من البيانات اللي عنده، واللي ممكن تكون قديمه او ممكن تكون بيانات هو اكتسبها بالبحث، واخر مره بحث كان من فتره كبيره. فانت لازم تعرف تراجع وتصحح
الاجابات اللي الذكاء الاصطناعي بيقولها لك. دي حاجه مهمه جدا هتفيدك في شغلك وهتخليك ازاي تستفيد منه اكبر استفاده ممكنه. رابع حاجه تبني ميزه لنفسك، تبني ميزه تنافسيه لنفسك. يعني انت تختار مجال معين تتخصص فيه وتكون قوي جدا فيه وتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي فيه بطريقه الذكاء الاصطناعي نفسه ما يقدرش ان هو يوصل لها. يعني مثلا انا اتخصص في حاجه زي المحاماه، فطبيعي اكون عارف قانون، فطبيعي ان انا دماغي مش دفتر، ساعتها عاوز بيانات او معلومات مش هقدر الاقيها بسهوله الا لو سالت او شرحت الموقف دوت للذكاء الاصطناعي. ساعتها هو هيقدر يرد عليا رد حتى لو مش صح 100% انا هصححه، حتى لو هو قديم انا هعرف احدثه، هيكون بس فكرني او اداني طرف الخيط ان انا هقدر امشي عليه اكنه سكرتير، او مثلا ممكن اعتبره معايا محامي متدرب. كده احنا عرفنا الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي لما قلنا ان هو برمجيات بتتدرب عن طريق بيانات، وعرفنا هو ممكن ياخد مكانك ولا لا، اللي قلنا في وظائف طبيعي تتغير طبيعي تتبدل، في وظائف مستحيل ده يحصل، وعرفنا ان الموضوع نسبي، ان انت لو فعلا قدرت توصل لمرحله كويسه جدا وتستخدمه وان هو ما يبقاش عدوك بل يبقى صديقك مش هيقدر ياخد مكانك. وعرفنا ازاي نستفيد منه وازاي ان هو يفيدنا اكتر ما يضرنا. اخيرا نقطه مهمه جدا محتاج اقولها لك، خلي هدفك مش ان انت تنافس الاي اي او ان انا احسن من الاي اي، لا انا الاي اي عمره ما يبدل مكاني، انا وظيفتي مش هتتبدل، لا طبيعي الذكاء الاصطناعي هيتطور ويبقى احسن، وطبيعي ان انت لو فضلت مكانك هو هياخد مكانك، لكن انت لو استغلت الذكاء الاصطناعي ان انت تكون اسرع واحسن وادق، دي حاجه هتخلي ميزتك التنافسيه او شغلك او مجالك او حتى وظيفتك مش تتاخد منك بسهوله. وفي الاخر كل اللي احب اقوله ان الذكاء الاصطناعي هو اقوى حليف ليك، وما تخليش اي حاجه توقفك ولا تخاف من اي حاجه، ابدا وخليها على الله وان شاء الله ربنا هيكرمك. تقدر في التعليقات تقول لي انت ايه المجال اللي انت فيه واقول لك على افضل الادوات في الذكاء الاصطناعي هتفيدك في مجالك. تقدر تشوف الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم فيه عن اللابتوبات وعن الطلاب الجامعه اللي عاوزوا لابتوبات او حتى للشغل او حتى للدراسه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش اللايك والشير وتابعنا على كل المنصات.